مساء الخير. هي ist فراو نورة. اهلا بيكم في فيديو جديد. في الفيديو ده هنتعلم مع بعض الtrennbare Verben und nicht trennbare Verben. Was bedeutet das؟ يعني ايه اصلا الكلام ده؟ طيب، كنا اتفقنا مع بعض ان الافعال في اللغة الالمانية بتنقسم لاكتر من شق، وهي الافعال الضعيفة وهي اللي كنا بنطبق عليها اللي هو التصريفات العادية خالص، والافعال قوية اللي احنا ممكن نقول مثلا كنا بنقول على الأولى regelmäßig هي أفعال منتظمة، والنوع التاني هو أفعال غير منتظمة، والنوع التالت هو modal verben هي أفعال مساعدة وبتسمح الأفعال المساعدة إن يجي فعل تاني في الجملة. طيب، هيزيد عليهم نوعين تانيين. تمام، النوع التاني هو trennbare verben هي أفعال منفصلة، والنوع الخامس هو nicht trennbare verben أفعال غير منفصلة. لو الكلام اللي في الاول اللي انا قلته 3 انواع اللي قبل كده مش فاهمهم، انت محتاج ترجع للفيديوهات اللي قبل الفيديو ده عشان تبقى فاهم انا بقول ايه. طيب، دلوقتي ايه هي اصلا فكرة الافعال المنفصلة والافعال الغير منفصلة؟ بص يا سيدي، الالمان قالك ايه؟ قالك انا مش عايزة اصعب اللغة عليك. قلت له حلو جدا، هتعمل لي ايه؟ قالك يا باشا هعمل لك ايه؟ هجيب فعل زي فعل common اللي هو معناه يأتي، أيوة، وهجيب لك بداية فيه. البداية دي أول ما تلزق في الفعل تديله معنى تاني. أنا بقى هعمل لك حبة بداية أول ما تلزق في الفعل تديله معنى تاني وبتنفصل عنه، وحبة بداية أول برضو ما تلزق في الفعل تديله معنى تاني ولكن ما بتنفصلش عنه. طب ليه اللخبطة دي؟ لا لا لا، أنا مش بلخبطك، أنا بساعدك، حاول تفهم بس أنت. طيب، يعني مثلا بداية زي أن أول ما تيجي في فعل اسمه common معناها يصل. بداية زي be أول ما تيجي في فعل اسمه common معناها يحصل على يحصل على، وده هنا مش منفصل. طيب، خلينا بقى نبدأ نقسمها واحدة واحدة. الأفعال المنفصلة يعني لا تكتب جزء واحد، يعني تنقسم إلى 2 زي ما قلت لك. هي بتنقسم، الأن دي ما بتفضلش لازقة في common. يعني ايه؟ هنشوف برضو في امثله دلوقتي، ولكن خلينا متفقين بس ان في افعال بنقول عليها trennbare verben افعال منفصله، وهي بتبدا ببدايات معينه. انا بحفظ البدايات دي عشان اول ما اشوفها في اي فعل اعرفها. طيب، البدايات دي ليها ترجمه، والله هي لما بتيجي مع الفعل بتدي للفعل معنى تاني، زي مثلا common بتبقى uncommon فبتدي معنى يصل. لوحدها بقى في اللغة الألمانية أكيد لها معنى، ولكن في الدرس بتاعنا ملهاش معنى، يعني هي بتيجي بدون معنى. طيب، an, ab, auf, mit, ein, vor, zu, zurück, fern, nach, los, weg, hin, her, bei. طيب، zum Beispiel زي ما قلت لك اهو فعل common اول ما بضيف له ان بتبقى uncommon يعني يصل. تمام، المهم wie kann ich das verb ازاي ان انا بقى اعرف اصرف الفعل ده؟ وهو ده هنا التريك، هي افعال منفصله زي ما قلت لك. فالجزء الاولاني اللي هو ان بينفصل ازاي؟ باخد فعل common بصرفه عادي مع الضمير اللي عندي ich komme. ich طبعا بتخليني احط am Ende 17 Uhr، بكمل الجملة عادي خالص، واخد بقى الجزء الأولاني اللي هو أن ده أحطه في آخر حتة في الجملة قبل البونكت قبل النقطة. يعني ich komme 17 Uhr an، يعني أنا هصل الساعة 5. طيب، وزي ما بيقولك دايما البدايات بتبقى موجودة في آخر الجملة. ماشي، وهنا حبة أفعال من اللي عليك في الأ1 لازم تكون عارفهم وعارف معانيهم، وطبعا خلينا متفقين إن كلهم بينفصلوا. طيب، anrufen يعني يتصل. مثلا ich rufe هصرفها اهي meine Mutter an. بتعمل ايه؟ أنا بكلم والدتي. ich rufe meine Mutter an، حط النقطة زي ما اتفقنا. طيب، الفعل التاني معايا وهو einsteigen. einsteigen يعني يركب. aussteigen يعني ينزل. umsteigen يبدل، يعني يبدل من وسيلة مواصلات لوسيلة، يعني مثلا ببدل من الأوتوبيس للتاكسي وهكذا. uncommon يصل. كلهم بداياتهم موجودة هنا اهو لما كنا بنقولهم البدايات اللي بنعرفها
an, ab, auf, mit. طبعا بدون معنى البداية، ولكن لما بيأتوا في الفعل بيبقى ليهم معنى. تمام. يعني مثلا rufen لوحدها معناها ينادي. ich rufe نورة، انا بنادي نورة. لكن ich rufe meine Mutter an، انا بتصل بيها. زي ما انت شفت البداية بتيجي في الفعل بتدي للفعل معنى تاني. طيب ankommen يعني يصل، einkaufen يعني يتسوق، ansehen يعني يرى، abholen يعني يحضر شخص ما، abfahren يعني ينطلق. تمام. اللي هو مثلا العربية تنطلق الساعة 3، القطر هينطلق الساعة 4. abfahren. mitbringen يحضر معه، fernsehen يشوف التلفزيون يشاهد التلفاز، einladen يدعو، einladen. zurückkommen يعود، zu hören يصغي، zu hören. طيب ankreuzen يعني يضع علامة، يعني مثلا استنى هوريك ankreuzen. ankreuzen انا كده بعلم ankreuzen. تمام. هنا übung صغير وهو عبارة عن an, ein, an, أفعال kaufe, komme, rufe, siehst, stehe. دي أفعال منفصلة. طيب خلينا نجمعهم كده مع بعضينا فوق عشان ما نتلخبطش. عندي فعل مثلا ankommen، هو مقسمهولي على فكرة. einkaufen، anrufen، fernsehen. عدهم كده 1 2 3 4. 1 2 3 4. طيب يبقى هنا نقول اينشتايجن برضو. ماشي. المهم يعني هما مقسمهم لي على ال5 أسئلة دول، وانا اصول ان انا دلوقتي اقسمهم. طب تعالوا نقراهم ونقرا معانيهم. انا همشي خطوه بخطوه معاك عشان انا عارفه انت اول مره بتشوف الدرس ده. ankommen يعني يصل، einkaufen يعني يتسوق، anrufen يعني يتصل، fernsehen يعني يشاهد التلفاز، einsteigen يعني يصعد. ich نقط jetzt in die U-Bahn. ممكن اقول ايه؟ انا ايه؟ انا هركب الاوبان اللي هو المترو. ماشي. خلينا نكتب كده ich steige jetzt in die U-Bahn ein، يعني انا هركب المترو. تمام. in 40 او 40 Minuten بلا 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 ich zu Hause. في خلال، ان هنا مش معناها في، هي مقصود في خلال يعني مدة زمنية. خلال 40 دقيقة هكون نقط zu Hause في المنزل. zu Hause مع بعض يعني في المنزل. هكون اكيد وصلت البيت صح؟ komme ich zu Hause an. خلال 40 دقيقة هكون وصلت البيت. طبعا شايفين النهايات موجودة خالص في آخر الجملة. ja dann نقط ich dich أنا أنت. dann أكيد هكلمك. ja أيوة dann rufe ich dich an. أنا هكلمك. ach vielleicht نقط ich noch was. ممكن ايه هنا؟ ممكن اشتري حاجات. ach vielleicht ربما kaufe ich noch was. was شيء ما ein. يعني ممكن اروح السوبر ماركت اشتري حاجة مثلا. يعني نقط du noch ein bisschen. ممكن نسأل هنا siehst du بتشوف انت noch ein bisschen fern بتحب يعني تشوف التلفاز شوية. يا رب يكون كده الدنيا وضحت شوية. وده كده التريمبا فيربن، هي الأفعال المنفصلة تنفصل لأن الجزء الأخير أو اللي هو بيبقى لازق في الأول بيجي في آخر الجملة خالص، والفعل يصرف مع الضمير اللي موجود. أما بقى التريمبا فيربن لحد دلوقتي احنا شفنا ازاي في الجملة في الأوزاج ich rufe dich an، لكن ما شفناش لو انا بعمل بقى في فراجة او يا oder nein فراجة. يعني لو هو في سؤال بأداة استفهام بيكون عامل ازاي، او في سؤال بهل برضو بيكون عامل ازاي. بسهولة خالص ببدأ بأداة الاستفهام wann والفعل rufen. الان طبعا بتيجي في اخر الكلام، احنا متفقين في دوا
باخد بقى غوفن واصرفها مع الضمير اللي عندي. فان غوفس دو مش ان. شايف ان فين؟ جاي في الاخر. طبعا علامه الاستفهام دي لازم تبقى لازقه في الكلام، بس هو بس غلطه تاستاتوا كيبورد يعني. تمام. طيب غوفس دو، لو انا ببدا بسؤال بقى فطبعا ببدا بالفعل، احنا عارفين دوت. على فكره لو انت عندك مشكله لحد دلوقتي في الفي فراغ، السؤال بقى ده استفهام او يا oder nein فراغ، مفيش اي مشكله، بس انت مش محتاج انك تشوف الفيديو ده دلوقتي، انت محتاج انك توقف تشوف الفيديو ده حالا وتفتح البلاي ليست اللي بتاعت A1 مستوى الاول للغه الالمانيه، هتلاقيني شرحه اليا oder nein فراغ، ازاي انا اعمل سؤال بقى ده استفهام او اعمل سؤال بهل. rufst du mich an، كل اللي بعمله بكتب الفعل بكتب دو، أنت مش أنا بكلمني an. Ja رد ich rufe dich an، أو nein ich rufe dich nicht an. طيب كده احنا خلصنا trennbare Verben. ندخل بقى على nicht trennbare Verben، هي أفعال متصلة يعني ما بتنفصلش، ما فيش بقى اللي كان موجود فوق خالص ده. فكرتها برضو زي ما قلت لك ان انا بخلي الألماني قال لك ايه، بداية تيجي في الفعل، جزء منهم ينفصل وجزء لأ، تسهل علينا المعنى، زي bekommen مثلا ber im ent er ge ver zer miss. طيب زي مثلا suchen يعني يبحث، لو قلت besuchen يعني يزور. طيب زي ما قلت لك بيصرف جزء واحد ولكن يكتب مع بعض في نفس الموقع. يعني ich besuche كتب، شايف ما جبتش البي ايه، حطيتها في الاخر خالص 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 زي ما هي. ich besuche دي طنط، انا بزور الخالة. تمام. طيب هنا بعض الافعال اللي انت برضو لازم تبقى عارفهم في A1. bekommen يعني يحصل على، besuchen يزور، verkaufen يبيع، verstehen يفهم، benutzen يستخدم، genießen يستمتع، vergleichen يقارن، erklären يعني يشرح، betragen يعني يبلغ betragen، entlassen يعني يترك. وهنا بيقول لك حبة أفعال benutzen Sie die Verben مع تصريفاتها. erklären besuchen bekommen. طيب erklären يعني يشرح، besuchen يعني يزور، bekommen يعني يحصل على. Ich نقط meine Freunde jede Woche. أكيد أنا بزور صديقتي كل أسبوع. تمام. Ich نقط C1 Niveau. أكيد ممكن ich bekomme C1 Niveau أو السيرتيفيكات مثلا شهادة C1 مثلا. Der Lehrer erklärt بيشرح، دي Regel بيشرح، المعلم بيشرح القاعدة. طيب بس عشان انا مش عاملاه الماني فهكتب يعني اكلات. تمام. يا رب تكون وضحت، فهمنا ان هو ما بينفصلش. وبكده نكون خلصنا درس النهارده وعرفنا ايه هو الترينبار und nicht trennbare Verben في اللغه الالمانيه. بتمنى لكم التوفيق، اشوفكم في فيديو جديد. تشوس und bis bald.